بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معانا الدرس رقم 3 في الهندسه، بيتكلم على حاجه اسمها الزاويه المحيطيه المرسومه على نفس القوس. طبعا الدرس رقم 3 في الوحده الثانيه. طبعا نزلنا كل الدروس الحمد لله بالترتيب، كلها موجوده في البلاي ليست عندك في القائمه تحت. هتلاقي شرح الدروس كلها لو انت اول مره تتفرج علينا يعني. فقال لك ان الزوايا المحيطيه المرسومه على نفس القوس. يعني ايه الزوايا المحيطيه المرسومه على نفس القوس؟ طبعا احنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت على الزاويه المحيطيه والزاويه المركزيه، وعرفنا على العلاقه بين الزاويه المحيطيه والزاويه المركزيه، وعرفنا كمان حاجه اسمها تمرين مشهور. النهارده ان شاء الله هنعرف ايه العلاقه بين الزوايا المحيطيه المرسومه على نفس القوس. يعني العلاقه بين الزاويه المحيطيه وقياس القوس. قال لك ان في اكتر من زاويه محيطيه ممكن يكونوا يساووا بعض لو كلهم مشتركين في نفس القوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بصيت على الرسم اللي على الشمال دي كده هتلاقي ان عندك 3 زوايا محيطيه: زاويه ج محيطيه، زاويه د محيطيه، زاويه ه محيطيه، عشان هتقع على محيط الدايره. وبالنسبه لزاويه ج القوس بتاعها هو الالف ب. يعني اقف هنا عند الجيم، انزل هنا الف وانزل الناحيه دي هتلاقي ب، فقوسها هو الالف ب. طب تعالى نروح عند الدال برضو لو نزلت الناحية دي هلاقف عند الألف، ولو نزلت الناحية دي هقف عند الب، فقوسها برضو هو الألف ب. لو رحت لزاوية ه فهتقف الناحية دي عند الألف، وهتقف الناحية دي عند الب، فقوسها برضو هو الألف ه، ألف ب. فلو انت خدت بالك ان ال3 زوايا ج ودال وه ال3 محيطيين ومشتركان في نفس القوس، مالهم بقى؟ قالك بيكونوا متساويين في القياس. بس كده؟ اه والله. فقالك ان الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس بتكون متساوية في القياس. لو انت لقيت زوايا محيطية، ال3 زوايا المحيطيين ال3 زوايا مشتركين في نفس القوس باصين على نفس القوس، فكلهم هيبقوا متساويين. يبقى لو انت خدت بالك هاخد بالي ايه؟ ان الجيم بص على القوس ا ب، الدال بص على القوس ا ب، الهي بص على القوس ا ب، يبقى ال3 باصين على نفس القوس، يبقى ال3 دول بيساووا بعض. فقال لك بقى خلاص ان الزوايا المحيطيه التي تحصر نفس القوس تكون متساويه في القياس. طبعا لو انت عاوز تعرف الاثبات، خلاص سهل لو انت قرات كده الاثبات معايا، بس مش محتاجين اثبات يعني، بس المعلومه وخلاص. ان ج هي نص قياس القوس ا ب، صح؟ لان قياس الزاويه المحيطيه نص قياس الزاويه المركزيه ونص قياس القوس. وفي نفس الوقت الدال هي نص قياس القوس أ ب، والهي هي نص قياس الألف ب. كده ال3 دول بيساووا بعض، أو الطرف اللي على الشمال ده كله بيساوي بعض. يبقى قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية د هتساوي قياس زاوية ت. ولكن مش مطلوب منك كل القصة دي، انت اللي مطلوب منك تعرف ان الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس تكون متساوية في القياس. بس كده؟ اه بس كده والله. تعالى بقى العكس النظري، عشان احنا هنشوف مسائل على النظرية وعكس النظرية. بيقول ايه؟ إذا تساوى قياس زاويتين مرسومين على نفس القوس. لو أنا لقيت زاويتين، زاوية ج ده اهي وزاوية د، لقيتهم الاتنين بيساووا بعض، يعني الاتنين نفس الناتج، لقيت دي 50 ودي 50، والاتنين في جهة واحدة ولهم نفس القوس اللي هو الألف ب. قالك يبقى الشكل ده تمر برؤوسه دائرة. خلي بالك ان هو مش هيجيب لك دايرة، هيقوم جايب لك شكل مثلا كده، أي شكل. احنا هنشوف في المسائل واحنا بنحل حالا يعني. هيقوم جايب لك شكل زي ده كده، ويسمي لك ده الف، ويسمي لك ده ب، ويسمي لك ده ج، ويسمي لك ده د، ويقوم راسم لك الشكل ده كده، ويقول لك اثبت لي ان الشكل ده تمر برؤوسه دايره. فانت هتعمل ايه؟ هتدور على زاويتين محيطيتين مشتركان في نفس القوس. اي زاويتين. انا جبت الجيم والدال مشتركان في القوس ا ب، ممكن واحد يجيب لي الالف والب مشتركان في القوس ج د، اي حاجه، اي زاويتين محيطتين. فلما حضرتك تستنتج من الرسمه ان في زاويتين بيساووا بعض ومشتركان في نفس القوس، يبقى كده اقدر اقول ان الشكل ده بتمر برؤوسه دائره. يبقى عكس النظريه ان حضرتك مش هيبقى في دايره، احنا هنثبت ان في دايره بتمر بالرؤوس دي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنطلع زاويتين محيطيتين مشتركان في نفس القوس. هتفهم حالا بالمسائل ان شاء الله. يبقى الكلام اللي انا قلته ان الزاويه المحيطيه المرسومه على نفس القوس تكون مالها متساويه في القياس. عكس النظريه، لو انا لقيت زاويتين مشتركان في نفس القوس يبقى الشكل ده بيمر برؤوسه دايره. تعالى بقى نشوف مسائل كده، يلا معايا كده وركز يلا. تعالى نبدا من الطرف الايمن ده، هو عاوز يجيب قيمه السي. والله يا مستر، الب الب دي زاويه محيطيه قوسها الالف د، والسين محيطية قوسها الألف د، الاتنين باصين على نفس القوس. يبقى دي 65، تبقى السين هي كمان 65. ليه؟ عشان الاتنين مشتركان في القوس ألف د، الاتنين باصين على القوس ألف د. اقف هنا هتلاقي هنا ألف، تقف هنا الناحية دي هتلاقي د، عند الجيم هنا ألف هنا د، فالاتنين مشتركان في القوس ألف د، يبقى الاتنين بيساووا بعض. تعالى اللي جاي هنا،
يا مستر ده مش مشتركان في نفس القوس، بس يا حبيب قلبي الأقواس متساوية، دي 25 يبقى قياس القوس اللي قدامها 50. خلي بالك إن المحيطية بتاخد نص قياس القوس، يبقى قياس القوس زيها. طب ما هي الهي واو زي البي ج حاطط لك نفس العلامات دي، يبقى دي 50 تبقى دي 50، يبقى اللي فوقها دي تاخد كام؟ تاخد نصها، تاخد 25. تمام. ماشي. اللي جاي عاوز يجيب السين والصاد والعين. تعالى كده كده واحدة واحدة الأول. خلينا الأول في الألف دي ب50. شوف له واحدة تانية محيطية مشتركة معاه في نفس القوس أو بص على نفس القوس. مين؟ والله الألف بص على القوس ده الب، يبقى الصاد هي كمان بص على القوس ده الب، يبقى الصاد هتساوي 50. الاتنين مشتركان في قوس د ج، الألف قوسها هو الدال ج والصاد قوسها هو الدال ج. كده معانا الصاد. طب في واحدة تانية أو في واحدة تانية جميلة، السين أهي. بص السين كده بص على القوس مين؟ ألف ب. شوف له واحدة تانية بص على القوس ألف ب. تقول لي يا مستر العين لأ، العين بص هنا. الصاد لأ بص هناك. الجيم أهي بص هنا أهي. فالجيم قوسها هو الألف ب، يبقى صح. يبقى أقدر أقول إن السين برضه ب40 درجة. كده مشكلتك في العين، خلاص الموضوع بقى سهل يعني. أنت عندك الجيم دي ب40 والصاد إحنا جبناها ب50. أقدر أجيب العين من المثلث، أي مثلث وخلاص، من المثلث اللي على اليمين أو اللي على الشمال. فاقدر اقول قياس زاوية عين هي 180 ناقص 40 زائد 50، تطلع معاك ب90 درجة ان شاء الله يعني. تعال نشوف دي كمان. عاوز يجيب زاوية س، فركز بقى معايا. اول حاجة يا مستر زاوية س قوسها هو الالف ب، ففين الزاوية التانية اللي قوسها الف ب؟ الدال، لان السين والدال هما الاتنين باصين على القوس اللي تحت اللي هو الب. ولو انت عاوز تتأكد اهو السين هنا عن الالف يعني، انزل الناحية دي هتلاقي الب، انزل الناحية دي هتلاقي الجيم، فالالف قوسها هو الب ج. طب بالنسبة للدال، انزل الناحية دي ب، انزل الناحية دي جيم، فقوسها برضه هو الدال ج، الب ج. يبقى كده اقدر اقول ان السين والالف او الالف والدال زي بعض. لو انا جبت الالف او جبت الدال يبقى هي الالف. طب اجيبها ازاي؟ من المثلث. عندك دي ب60 ودي ب70 بالتقابل بالرأس، اقدر اجيب اللي فوق دي تطلع ب50. من 100 اطرح 180 ناقص 70 و60 يعني، تبقى زاوية س هي كمان ب50، عشان الاتنين باصين او الاتنين مشتركان في نفس القوس. تعال نشوف بقى المسائل. بص هنا، خلي بالك ان هو ممكن يدخلك الدرس القديم بتاع الحصة اللي فاتت مع النهاردة، مفيش مشكلة، كله نفس الكلام. أ ب قطرا في دائرة م، قياس زاوية أ ب د، أ ب د ب25. عاوز قياس زاوية د ه ب، ركز بقى معايا، د ه ب يعني زاوية ه دي كلها. لو انت قدرت تجيب زاوية ه دي زاوية محيطية. لو انا عاوز اجيبها قدامك حاجة من الاتنين، لا اما تجيب قياس القوس اللي قدامها. لو انت جبت قياس القوس اللي قدامها يبقى الزاوية المحيطية دي تاخد نصها، او تشوف زاوية محيطية تانية مشتركة معاها في نفس القوس. ركز معايا في الكلام اللي بقوله، والنبي الفهم احسن من الحل 100 مرة. انت تفهم تعرف تحل براحتك. يبقى ه دي زاوية محيطية، المحيطية دي عشان تجيبها لا اما تجيبها من نص قياس القوس اللي قدامها، او تجيبها من انك تلاقي زاوية محيطية اخرى مشتركة معاها في نفس القوس. يا رب تكون فهمت اللي انا عاوز اقوله. تعالى بقى، هل اله في زاوية تانية مشتركة معاها في نفس القوس؟ تقول يا مستر تعالى نشوف اله قوسها مين. اله قوسها فهنا عند الدال وهنا عند الب اهو، هنا عند الدال هنا عند الب، يبقى قوسها هو الدال ب. فراح ادور على زاوية محيطية اخرى مشتركة معاها في نفس القوس. تعالى كده ندور. تقول لي تعالى نشوف الدال، لا الدال ما تنفعش، الدال نزلت هنا عند الالف نزلت هنا عند الب فهتطلع. ثانيا الدال ده اصلا محفوظه من الدرس اللي فات. ايه ده محفوظه؟ والله. تعرف ان الدال دي ب90 درجه. تقول لي منين يا مستر؟ ما انت حضرتك عارف ان اللي فوق دي ا ب دي قطر في الدايره، وبدل قطر في الدايره فقياس زاويه ا د ب، ا د ب بتساوي 90 عشان محيطيه مرسومه في نصف دايره. اوعى تكون نسيت، دي محيطية مرسومة في نص دايرة يبقى ب90. تمام. يبقى بالنسبة للدال سيبك منها. طب بالنسبة للب، الب لو نزلت هنا عند الألف وهنا عند الدال فقوسها مش دال ب خالص خالص. أمال مين؟ هي الألف. الألف هي الوحيدة اللي قوسها دال ب. يعني أنت عاوز تقول إن الدال والهي دلوقتي بقوا إخوات هما قد بعض؟ لو أنت بصيت في الدال والهي النقطة اللي أنا حاططها كده الاتنين باصين على القوس دال ب أهو. يبقى أنت لو أنت عاوز تجيب الدال أو عاوز تجيب الألف لازم تجيب الهي، او عشان تجيب اله لازم تجيب الالف. هو عاوز اله فانت لازم تجيب الالف. طب اجيب الالف منين؟ من المثلث. شايف المثلث الجميل اللي فوق ده؟ عندك الدال ب90 والب ب25. اقدر اجيب زاوية الف اقول له 180
ناقص 25 زائد 90 تطلع معاك 65 درجة. بص بقى في الرسمة يا حبيب قلبي، هتاخد بالك ان زاوية أ هي زاوية ه عشان الاتنين مشتركان في نفس القوس ده ب. يبقى اذا قياس زاوية ه اللي انت طالبها بتساوي قياس زاوية أ بتساوي 65، والكلام بالعربي اهو. او لو محيطيتان، خلي بالك ان الحصة اللي فاتت كنا بنقول محيطية ومركزية، لا هقول هنا محيطيتان مشتركان في نفس القوس، في نفس القوس، واقول القوس اللي هم مشتركين في الاتنين، كل الاتنين مشتركين في القوس ده ب، يبقى مشتركين في القوس ده ب. بس كده. تعالى اللي جاي يلا. أ ب وأ ج، أ ب وأ ج بيساوي بعض، ماشي، والهي تنتمي للقوس ب ج. اثبت ان قياس زاوية أ ه ب، اثبت ان قياس زاوية أ ه ب بتساوي قياس زاوية أ ه ج. الاتنين دول بيساوي بعض يعني، ماشي، اللي فوق واللي تحت بيساوي بعض. طبعا عشان اقدر اثبت اللي فوق واللي تحت بيساوي بعض ممكن احلها بحل وممكن احلها بحل تاني اسهل يعني. انا هحلها لك بالحلين، بس انا هفضل الحل التاني. الحل الاولاني ان انا هقوله بما ان أ ج بيساوي أ ب، يبقى قياس القوس أ ج بيساوي قياس القوس أ ب، صح يا مستر؟ طيب وزاوية أ ه ج ده اهي القوس بتاعها هو الأ ج، وقياس زاوية أ ه ج هي نص قياس القوس المقابل اللي هو الأ ج، مثلا رقم واحد. طب وتحت زاوية اللي بالأحمر ده اهي هتاخد نص قياس القوس اللي قدامها هي كمان، هو قياس زاوية أ ه ب بتساوي نص قياس القوس أ ب. وبعد كده قالك بص الواحد واتنين، هتاخد بالك ان الطرفين دول متساويين، اللي هما الطرفين اللي على الشمال دول. تقول لي مستر منين متساويين؟ ما ده نص بيساوي نص، وانت قلت الأ ج بيساوي الأ ب فوق اهي، اهي بيساوي بعض، يبقى الطرفين اللي على الايمن دول هما كمان بيساوي بعض، يبقى قياس زاوية أ ه ج بيساوي قياس زاوية أ ه ب، وده المطلوب اثباته. بس انا مش عايزك تحل بالحل ده، ليه؟ مع ان الحل ده سهل، ان انت هنا ثبت ان ايه، ان قياس القوس اللي فوق بيساوي قياس القوس اللي تحت، يبقى الزاوية المحيطية دي بتساوي الزاوية المحيطية دي، عشان الاتنين لهم نفس القوس، مش يعني الاتنين لهم نفس القوس متساوي، القوس ده بيساوي القوس ده، يبقى كده الاتنين متساويين في نفس القوس يعني. طب الحل التاني وده اللي احبك تحل فيه، وده معودك في الدروس اللي قبله على كده، انا معودك في المسألة دي هنعمل بالحل ده ليه؟ عشان قلت لك انا في الدروس اللي فاتت ان اي مسألة بيبقى فيها مثلثين بنحاول نثبت ان المثلثين دول متطابقين. لو انا قدرت اثبت ان المثلثين دول مثلثين متطابقين يبقى خلاص. طب انا اقدر اثبت ان المثلثين متطابقين؟ اقدر اثبت ان هم متطابقين. ازاي؟ اول حاجة ان أ ه ده ضلع مشترك، صح؟ الحاجة التانية قياس القوس او قياس القوس أ ج بيساوي قياس القوس أ ب، فاقدر اقول ان الالف ج بيساوي الالف ب، كده اتنين بيساوي بعض، كده ضلع مشترك، او كده اقدر اقول ان انا عندي ضلع مشترك الف ه والف ج بيساوي الف ب، كده حاجتين. الحاجه التالتة بقى، الحاجه التالتة ان انا اقدر اقول ان في زاويه بتساوي زاويه، اللي هي زاويه مين؟ بس هنا دي مش نص دايره عشان اقدر اقول كده، صح؟ يعني لو دي كانت نص دايره كنت قلت ان فوق دي محيطيه بتساوي 90 درجه، بس الكلام ده مش هينفع هنا على فكره، ده مش نص دايره، هو ما قالش ان هو نص دايره. بس خلاص ممكن اقول ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي عشان برضو الاتنين باصين على نفس القوس، فالمثلثين دول هيبقوا مثلثين متطابقين يعني، ماشي. فانت عاوزك ايه في المسائل اللي فيها مثلثين؟ بتحاول تدور على التطابق، ولكن مفيش مشكله احنا حلناها اهو، برضو لو عاوز تحلها بالتطابق برضو مفيش مشكله. يبقى انا عشان اقدر اثبت ان زاويه أ ه ب بتساوي قياس زاويه أ ه ج، قلت ان الأ ج بيساوي الأ ب، يبقى قياس القوس أ ج بيساوي قياس القوس أ ب، وقياس القوس أ ج الزاوية اللي قدامه هي زاوية أ ه ج اللي هي الزاوية دي، وقياس القوس أ ب الزاوية اللي قدامه هي الزاوية اللي تحت دي. بما ان القوسين اللي فوق دول متساويين يبقى الزاويتين دول متساويين، وده اللي احنا ثبتناه في المسألة. السؤال اللي بعده سؤال مهم، سؤال امتحانات، سؤال مفيش امتحان تقريبا بيخرج بره السؤال ده، لان سؤال مهم جدا جدا جدا. أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة، د ه بيوازي ب ج. افتكر بقى معايا التوازي بنستفاد منها ايه؟ بما ان د ه بيوازي ب ج يبقى قياس القوس د ب الله يكرمك بيساوي قياس القوس ه ج. احنا كده ثبتنا ان القوس ده بيساوي القوس ده. طيب القوس ده بيساوي القوس ده، يبقى الزوايا المحيطية اللي قدامها بتكون متساوية، والكلام ده اللي احنا خدناه النهارده. في قياس القوس ده ب بيساوي قياس القوس ه ج، يبقى الزوايا المحيطيه متساويه. شايف اللي هي المحيطيه اللي قدامها دي؟ اللي هي قياس زاويه مين؟ د أ ب
بتساوي قياس زاوية ه ألف ج. يا مستر، ليه؟ عشان الزاوية المحيطية دي بتساوي الزاوية المحيطية دي. بص اللي أنا قلته أهو بسرعة، ده اله بيوازي ب ج، يبقى قياس القوس ده ب بيساوي قياس القوس ه ج. الدال ب الزاوية اللي قدامه هي زاوية ألف، والهي ج الزاوية اللي قدامه هي زاوية ألف بس اللي ناحية الشمال ده. يبقى أنا أقدر أقول إن الزاويتين دول هيبقوا بيساوي بعض، اللي هي زاوية ألف الناحية دي أهي، وزاوية ه ألف الناحية دي أهي. وده اللي أنا قلته. بس هو مش عاوز كده، هو بيقول لك ايه؟ اثبت ان قياس زاوية د ألف ج، د ألف ج اللي هي كل دي اللي بالاحمر، بتساوي قياس زاوية ب ألف ه اللي هي بالاحمر. تقول لي يا استاذ احنا ثبتنا في حتتين بيساوي بعض اهو، والحتة دي مشتركة. وبإضافة قياس زاوية ب ألف ج للطرفين ينتج أن قياس زاوية د ألف ج الكبيرة بتساوي قياس زاوية ب ألف ه، وده اللي هو طالبه في السؤال. يبقى احنا قلنا له ايه؟ ده اللي هي بيوازي ب ج، يبقى قياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده، يبقى الزاوية اللي قدامه هنا بتساوي الزاوية اللي قدامه هنا. بس هو عاوز الحتة دي ونزود عليها حتة كمان اللي هي في النص دي، فرحت قايل له بإضافة زاوية ب ألف ج للطرفين. مهم مهم مهم. ألف ب تقاطع الجيم د في ه، ه ألف بيساوي ه د، يبقى كده المثلث اللي فوق ده مثلث متساوي الساقين. يعني كده اقدر اقول ان زاوية ألف بتساوي قياس زاوية د. ماشي، اثبت ان اللي تحت هو كمان متساوي الساقين. واحدة واحدة. الألف والب بقوا نفس الحاجة. طب الألف هيها الجيم. تقول له يا مستر جبتها منين؟ اقول لك ان الألف والجيم الاتنين باصين على نفس القوس اللي هو ده ب، يبقى قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية ج عشان محيطيتان مشتركان في نفس القوس اللي هو الدال ب. طب وبالنسبة للدال والب، طب ما هو زي بعض اهم، الاتنين باصين على نفس القوس اهو. الدال والب دول باصين على القوس ألف ج، يبقى قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية ب محيطيتان مشتركان في نفس القوس اللي هو الألف ج. وبعد كده انا كده تقريبا خلصت والله. ليه؟ مش احنا قلنا في الاول ان الالف والدال زي بعض؟ وانت ثبتت الالف بتساوي الجيم؟ وثبتت الدال بتساوي الب؟ طب ما الالف والدال بيساوي بعض، يبقى الجيم بتساوي الب. يعني كده الاربعه دول اصلا بيساوي بعض. تعالى كده، انت قلت الالف هسميها واحد مثلا، الدال زيها واحد، ورجعت قلت ان الالف هي الجيم يبقى واحد، ورجعت ثبتت ان الدال هي الب يبقى واحد. يعني كده الاربع زوايا دول بيساوي بعض. يبقى اذا قياس زاويه ج بتساوي قياس زاويه ب اللي تحت، يبقى المثلث اللي تحت ده ه ج ب، ده مثلث متساوي الساقين. يبقى كده اقدر اقول ان اله ب بتساوي اله ج، وده المطلوب اثباته. كلام سهل ان شاء الله. تعالى نشوف اللي جاي. بيقول لك ايه؟ الف د وب ه وتران متساويين في الطول. هو قايل لك ان الوتران متساويين. اثبت ان ج د بيساوي الجيم ه. وركز بقى معايا عشان دي هتلخبطك شويه. اثبت ان الجيم د بيساوي الجيم ه. هو قايل لك ان الالف د بيساوي اله ب. حلو. طب انا استفاد منها ايه؟ قالك استفاد منها حاجه حلوه، ان الالف د بيساوي الب ه، يبقى قياس القوس الف د بيساوي قياس القوس ب ه. ماشي يا مستر، حلو ماشي. هستفاد ايه كمان؟ قالك يا باشمهندس لو انت مصحصح يعني، عشان اثبت ان دول بيساوي بعض مش هينفع، اصلا دول مش مثلث، فلازم اثبت ان المثلث متساوي الساقين. لو انا قدرت اثبت ان المثلث مساوي الساقين والحتتين اللي تحت دول بيساوي بعض، يبقى اكيد الحتتين اللي فوق دول بيساوي بعض. وعشان تثبت ان الجيم ده بيساوي الجيم ه، فانا مش هقدر غير ان انا اثبت ان المثلث الكبير متساوي الساقين، واثبت الحتتين اللي تحت دول بيساوي بعض، يبقى اللي فوق دول هما كمان بيساوي بعض. انت معاك معلومه واحده ان اللي تحت بيساوي بعض، يبقى انت مهمتك قصتك تعمل ايه؟ تثبت ان اللي فوق، او تثبت ان المثلث الكبير مثلث متساوي الساقين. وعشان اقدر اثبت ان هو متساوي الساقين لازم اثبت ان في زاويتين قد بعض اللي هما الف وب. تعال بقى معايا. الب قوسها والله هنا عند الالف وهنا عند اله، فقوسها هو الالف ه. ده سؤال كتاب مدرسة، سؤال مهم وبيلغط. طيب بالنسبة للألف قوسها مين؟ والله الألف اهي، انزل هنا عند الب، انزل هنا عند الدال، فقوسها هو الدال ب. لو انت خدت بالك في حتة مشتركة اللي هي الدال ه، وفي نفس الوقت الحتتين دول كده كده بيساووا بعض، احنا قايلينهم اهو. فانا هقول له ايه؟ بإضافة قياس القوس ده ه للطرفين.
طب لما اضيفه للطرفين هستفاد ايه؟ ان قياس القوس ا د اللي هو بالاحمر ده كله بقى ا د ه بيساوي قياس القوس اللي بالازرق ده كله اللي هو ب ه د. يعني انت ثبت ان ده كله بيساوي ده كله. فكده اقدر استفاد ايه؟ ان زاوية ا بقت هيها زاوية ب، لان كده الاقواس متساوية. وبما ان زاوية ا بيساوي زاوية ب يبقى المثلث ج ا ب ده مثلث متساوي الساقين. وبدل مثلث متساوي الساقين يبقى اقدر اقول ان ج ا بيساوي ج ب، وده رقم واحد. او رقم اتنين بقى. كده كده رقم واحد احنا جبناه في الاول ان الالف د بيساوي الب. يبقى كده ثبت ان الكبير بيساوي الكبير والحته الصغيره دي بتساوي الحته الصغيره دي. يبقى بطرح واحد واتنين ينتج ان الجزء الصغير بقى، الجزء الصغير اللي هو الجيم د بيساوي الجزء الصغير اللي هو الجيم ه، وده المطلوب اثباته. يبقى انت يا باشمهندس معايا يا باشمهندس، والنبي ركز في الكلام اللي بقوله تاني، كلام بيلخبط وده مثال بيلخبط، اكتبه عندك وذاكره. انا هقوله تاني اهو. بما ان ا د بيساوي ه ب يبقى قياس القوس ا د بيساوي قياس القوس ب ه. طيب انا عشان اقدر اثبت ان الجيم د بيساوي الجيم ه لازم اثبت ان المثلث متساوي الساقين والحتتين اللي تحته بيساوي بعض، يبقى الحتتين اللي فوق هما كمان بيساوي بعض. بس انا عشان اقدر اثبت ان المثلث ده مثلث متساوي الساقين لازم اثبت ان القوس ده بيساوي القوس ده. فانا خدت بالي ان القوسين دول متساويين، بس رحت ضفت له القوس ده له. ليه ضفت له القوس ده له؟ عشان يديك ان القوس ده كله بيساوي القوس ده كله، والقوس الاولاني زاويته ب والقوس التاني زاويته ا. فكده ثبت ان المثلث مثلث متساوي الساقين. يبقى اذا الجيم ا بيساوي الجيم ب، وكملت بقى. ماشي. مثال رخم ذاكره، اكتبه عندك وذاكره عشان من الاسئله الرخمه شويه. بص معايا في اخر سؤالين اللي هو عكس النظريه بقى. انت اصلا نسيت ان في عكس نظريه، مش انا قلت لك في الاول خالص ان في حاجه اسمها عكس نظريه؟ ان انا اقدر اثبت ان هو تمر برؤوسه دايره. تعالى نرجع لها تاني بقى. عشان اقدر اثبت ان هو ده ان هي تمر برؤوسه دايره لازم اثبت ان في زاويتين متساويتين وفي جهه واحده مشتركان في نفس القوس. لو انت قدرت تجيب زاويتين قد بعض وبصينا على نفس القوس ومتساويين يبقى انا اقدر اقول ان هو تمر برؤوسه دايره. تعالى بقى نشوف الكلام ده هنا اهو. بيقول لك ايه في الشكل اللي قدامي؟ ا ب بيساوي الالف د اللي هو المثلث ده كده مثلث مساوي الساقين ده، هو مديك دي ب 80. طب انا اقدر اجيب الدال والب، وبقول لك اثبت ان الشكل ده تمر برؤوسه دايره. تعالى بقى كده بجنبنا وانت كده. اول حاجه في المثلث د ا ب، انت قايل لي ان الدال ا بيساوي الالف ب، يعني كده انت قايل لي المثلث اللي بالازرق ده مثلث مساوي الساقين، وانت مديني زاويه ا كلها ب 80. يبقى اقدر اجيب زاويه د واقدر اجيب زاويه ب. اقول له 180 ناقص 80 على الاتنين تطلع معاك ب 100. 100 لا 50. 100 على الاتنين فال 50. ركز بقى معايا، انت كده جبت دي ب 50 وهو كتر خيره مديك الجيم ب50. يعني انا كده ثبت ان زاوية د بتساوي زاوية ج بيساوي 50 والاتنين محاطيتان، ايوه مشتركان في نفس القوس. ايه ده يا استاذ؟ مفيش رسم اصلا. ما انا قلت لك تخيل ان في دايره بقى الاتنين باصين على نفس القوس اللي هو الالف ب. يبقى كده اقدر اقول ان الشكل د ا ب ج رباعي او تمر برؤوسه دايره. كلمة رباعي دائري دي هتسمعها ان شاء الله في اخر 3 دروس، ولكن دلوقتي هو بيقولك اثبت ان هو تمر برؤوسه دايرة. يبقى اذا ا وب وج ود تمر بها دائرة واحدة. ليه تمر بها دائرة واحدة؟ قالك عشان احنا ثبتنا ان في زاويتين مشتركان في نفس القوس وفي جهة واحدة اللي هما الدال والجيم، الاتنين مشتركان في القوس ا ب. يبقى انت عشان تقدر تثبت ان هو تمر بالاسس دايره تثبت بقى الكلام اللي انا قلت لك ده، تثبت ان في زاويتين في جهه واحده مشتركان في نفس القوس. تعالى اللي تحتها اصعب شويه ولكن ان شاء الله نحلها سهل. ا ب قطرا في دائره، كبر الرسمه. ا ب قطر في الدايره، خلي بالك مهمه دي. ا ب قطر في الدايره اقول لك بالمناسبه يعني اهو ا ب قطرا في دائره، وانا قلت لك ان قطرا في دائره دي بنستفاد منها معلومه مهمه ان في زاويه محاطيه ب 90 درجه اللي هي زاويه ا ه ب. يبقى اذا قياس زاوية ا ه ب بتساوي 90 عشان محاطية مرسومة في نصف دائرة. ماشي. بعد كده قالك اثبت بقى، وخلي بالك انا هرسم دايرة اهو. اثبت ايه؟ 90. ماشي. اثبت ان د ه ج ب تمر به دايرة. انا هرسم دايرة كده، هو بيقولك اثبت ان هنا في دايرة يعني.
فانت عشان تقدر تثبت ان في دايره قلت لك تعمل ايه؟ تثبت ان في زاويتين محيطيتين مشتركان في نفس القوس لهم نفس الدرجه او هم طالعين زي بعض. هل الكلام ده صح؟ اه الكلام ده موجود اصلا قدامك. ايه هي؟ اله ب90 والجيم هو مدالك ب90 والاتنين باصين على القوس ده الب. انا عارف ان الموضوع رخم اهو. بص انا همسح الرسم. اله احنا كده كده جبناها ب90 سواء دي او دي الاتنين زي بعض. والجيم مدالك ب90 الاتنين باصين على القوس ده الب. اللي هي بص على القوس ده الب والجيم بص على القوس ده الب. وبدل الاتنين باصين على القوس ده الب ومتساويين يبقى كده اقدر اقول ان في تمر برؤوسهم دايره. يبقى بما ان قياس زاوية ه بتساوي قياس زاوية ج ومشتركان في نفس القوس د ب. وبدل طلعت زاويتين مشتركان في نفس القوس يبقى اذا الدال والهي والجيم والب تمر بها دائرة واحدة. وبكده نكون وصلنا لآخر سؤال عندنا في الدرس ده. لو استفدت مننا ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتدعنا دعوة حلوة كده عشان نكمل إن شاء الله. ويا ريت يكون في اشتراكات يكون في تعليقات عشان نقدر نتفاعل معاكم ونكمل بقية الترم سوا إن شاء الله. مع السلامة.